السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم او مساء الخير عليكم على حسب التوقيت اللي بتتفرجوا فيه على الفيديو. يا اهلا وسهلا بكل اماراتي الحلوين اللي نوروني وشرفوني وكبروا عيلتي. اتمنى من حضراتكم لو بتتفرجوا على الفيديو انتوا مش مشتركين، يا ريت فضلا وليس امرا تنوروني باشتراككم، وما تنسوش اللايك واكتبوا لي كومنت قمر زيكم يا قمر عشان اقدر ادخل ارحب بيكي. النهارده ان شاء الله جايبالك وصفه اقتصاديه جدا بكوبايه عسل اسمر وبضايه. هنعمل كيلو وربع كوكيز، حاجه تحفه من الاخر، موجوده من بيتنا، تسويتنا، نظافتنا. بصوا، حاجة جامدة بجد. نسمي الله كده ونبدأ على بركة الله. معانا كوباية عسل أسمر، معانا نص كوباية زيت على معلقتين سمنة أي نوع تحبيه، بضاية، فانيليا، بيكنج باودر. دي كل المكونات اللي احنا هنحتاجها، والدقيق بالتقريب كده هيبقى نص كيلو. هنزل مبدئيا كده بكوباية العسل الأسمر بتاعتي، وبعد كده هنزل عليها بنص كوباية الزيت اللي عليها معلقتين سمنة. اهم حاجة بس يا بنات التقليب كويس جدا. وعندك اوبشن المادة الدهنية دي براحتك جدا، ممكن تحطي زيت بس، ممكن تحطي سمنة بس، ممكن تحطي ميكس الاتنين مع بعض، زبدة، اللي انت عايزاه حطيه يا قمر. قلبناهم كويس جدا. دلوقتي هننزل بالبضاية وهننزل عليها كيسين من الفانيليا، ونقلب برضو كويس جدا. هنا هنلاحظ بقى يا بنات في الخطوة ديت ان القوام بتاعي هيتقل معايا شوية. بصوا يا بنات القوام بقى عامل ازاي، تقيل كده، بقى عامل زي مادة جيلاتينية كده بالظبط. تعالوا بقى هننزل بالدقيق بتاعنا بالتدريج. ده اول مج معايا، لازم يا بنات ندخل الدقيق كويس جدا عشان بيبقى فيه تكتلات كده. طبعا حضرتك ممكن تستعملي مج الشاي العادي جدا، مش لازم مج كبير زي ده، نفس المقادير بالظبط. ده تالت مج مش هنزل بيه كله، لاني انا مضمنش الدقيق بتاعي هيحتاج سوائل قد ايه. هقلب كده بالسبيوتلا او باي معلقة، وهنا هنزل بنص معلقة بيكنج باودر. يا بنات دي نص معلقة ممسوحة، ما تزودوش علشان ما ينفش منك جوه الفرن، وذرة ملح. ونحاول بقى نلم كده الدنيا كده كلها مع بعض، الدقيق مع العسل مع بقية المكونات. وشوية كده بقى هنستخدم ايدينا. اهم حاجة يا بنات العجينة بتاعتك تكون متماسكة جدا، ولا بتلزق ولا سايلة ولا الكلام ده كله. يعني انا دلوقتي هشوفها، بس اهم حاجة لم الدقيق كله واتأكد كده ان كله اختلط بالمكونات السائلة. طبعا انا دلوقتي شايفة ان هو لسه عايز، فنزلت ببقية الكوباية التالتة. هي المقادير دي يا بنات خدت معايا انا 4 كوبايات دقيق، يعني نص كيلو تقريبا. هنفضل بقى نقلب كده شوية لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. انا معاكم، مش هفصل الكاميرا. نذكر الله كده يا بنات واحنا بنتفرج على الفيديو، ولو لسه ما حطيتليش لايك فضلا منك وليس امرا، حطيلي لايك. خلاص كده هلم بقى العجينة بتاعتي لحد ما الاقي البولة بتاعتي نطفت جدا. هفتح الفرن بتاعي يا بنات على 200، هي بتاخد وقت تسوية ربع ساعة بالظبط.
ربع ساعة وبتبقى زي الفل معاكي. بصي، عملت حاجة في 10 دقايق، اقتصادية، موفرة، حاجة نظافة في البيت، انت اللي عاملة كل حاجة بايديكي، ما كلفتكيش زي برا خالص. شوفي برا بتجيبي الكيلو الكوكيز بكام، وطبعا ولا بجودة ولا بحلاوة الحاجة اللي انت بتعمليها في البيت. بصي يا بنات، دلوقتي بتكوريها على الحجم اللي انت عايزاه، بس نصيحة مني خلي الحجم دوت قد الليمونة كده، وما تضغطيش عليها قوي وانت بتحطيها في الصينية. زي ما قلتلكوا الكمية عملت معايا كيلو وربع. انا بقى هشكلها بقى مع نفسي، وما شاء الله دي الكمية اللي طلعت معايا كده. خلاص اول ما طلعتها من الفرن كانت سخنة جدا. ما شاء الله الشوكليت شيبس متماسك زي ما هو، مسحش في الفرن. ممكن يا بنات وانتوا بتجيبوه من محلات مستلزمات الحلواني تقوليله عايزاه شوكليت شيبس حراري، اللي يعني مش بيسيح جوه الفرن. وطبعا كمية الشوكليت شيبس اللي انت عايزاها تضيفيها. مبسوطة جدا بالتجربة، مبسوطة جدا بالنتيجة، ما شاء الله تبارك الله. حاجة كده تحفة بجد والله العظيم. كل حاجة في البيت حلوة جدا، نظافة، توفير، خير في بيتك. كفاية كده ريحة الشقة كده وانتي فاتحة الفرن على الحاجة اللي الولاد بيحبوها. بصوا يا بنات، انا بوريكوا شكلها وتسويتها في كل الصواني. ما تسيبيهاش اكتر من كده علشان ما تلسعش منك. انت اول ما بتطلعيها بتبقى طرية، مسافة ما بتكمل دقيقة بره بتنشف وبتبقى زي الكوكيز بالظبط. لما تيجي بقى تحطيها في علبة، تحفظيها في علبة او تحطيها كده في طبقة تقديم، استني عليها لحد ما تبرد تماما، علشان الشوكليت بيبقى سخن شوية ما يسيحش بقى على بعض بعد ما تحطيه. ما شاء الله تبارك الله، حلوة جدا جدا جدا. زي ما قلت لكم مبسوطة بالتجربة فعلا. اتمنى يا رب الوصفة تكون عجبتكم جدا وتجربوها، وان شاء الله هتعجبكم وهتدعولي. بس اهم حاجة بالله عليكم ما تنسوش اللايك عشان يرفع لي الفيديو. ما شاء الله كمية حلوة جدا ووفيرة. انا وزنتهم يا بنات بس ما صورتش الميزان، كيلو وربع بالظبط. فكيلو وربع من بضاية وكوباية عسل اسمر، نص كوباية زيت، نص كيلو دقيق، مش حاجة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. هسيبكم في امان الله، مع الف سلامة.